انك تدعي لغيرك، تكثر من الدعاء لغيرك. عارفين ليه تدعي لغيرك؟ مش عشان الملك يقول لك ولك بمثله بس، لا 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 لا، دي حاجه كده كده انت واخدها، عما تقول يا رب تبدا بقى تستحضر بقى 30 40 50 60 واحد من اصحابك، وتبدا تدعي تقول له يا رب فلان يا رب ارزقه القران، يا رب يا رب ارزقه القران، يا رب ارزقها الذريه الصالحه. يا يراك الله مشغول ان هو يكرم هؤلاء ويحسن لهؤلاء ويهدي هؤلاء، ربك يغار بما انك هل جزاء الاحسان بقى انت تعمل كده. اه لا تاخد بقى، يعني انت مشغول ان انا احسن لفلان، لا نحسن ليك. انت مشغول ان احنا نبصر فلان بالصح، لا نبصرك. انت مشغول ان احنا نرزق فلان، لا نرزقك. انت مشغول ان انا اهدي فلان، لا نهديك. واخدين بالكم المعنى ده مهم قوي قوي، وخدوها بقى وانشغلوا بالدعاء للناس اللي فيه بتحج. انتوا ادعوا لهم، مش كل شويه تقول له ادعي لي، لا وانت قول له انا بدعي، وانت ادعي له هو، قول له يا رب وفقهم يا رب، اطلق السنتهم يا رب، يا رب باهي بيهم يا رب. يعني انت مشغول بوفدي، لا 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 لا، ده انت تتعامل معامله خاصه بقى، انت كده يبقى ليك معامله خاصه. فالحاجات ديت عاوزين نشغل بيها يا جماعه.